السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الشمس مضايقة. النهاردة هنتكلم عن التغذية، تغذية الأمهات في الأغنام أو أمهات الأغنام أو الماعز في آخر شهرين في الحمل وأول شهرين في الرضاعة. ليه بالذات دي أهم مرحلة في مرحلة الإنتاج، يعني اللي هي أنت بربي مشروع أو عامل مشروع تربية أمهات ماعز أو أغنام علشان الربح منه في المولود. يعني المولود اللي بيتولد هو الربح الحقيقي للمشروع. حتى إن كان تمن النعجة أو تمن المعزة بيرتفع معاك، ولكن الربح الحقيقي هو المولود. فانت لازم بتهتم بالمولود. ازاي بهتم بالمولود؟ ابتداء من الام. اللي انا ببدأ اهتم بالام في اخر شهرين في الحمل. فترة الحمل 5 شهور، فببدأ اهتم بيها من الشهر بعد ما بتخلص الشهر الثالث، من بداية الشهر الرابع والخامس. دول ليه بالذات الفترة دي؟ لأن الجنين بيبدأ يتكون بنسبة 80% أو 75% في الفترة آخر شهرين في الحمل. طبعا بيبقى لسه عبارة عن مثلا في البداية من كتلة دم لسه كده لحد ما بيبدأ يتكون ويبدأ يكون جسمه وملامحه. فلازم عشان تبقى عاوز جنين آه، بمواصفات كويسة وجنين نازل حجمه حلو ورضاعة برضه بعد ما بيتولد، الأم بترضع رضاعة حلوة والسقو بيبان عليه. تحويل بعد كده بيفرق معاك في التسمين، سواء انت بتبيعه لسه صغير على عمر الفطام، بتبيعه سقو كويس او مفطوم كويس وشارب لبن كويس. اللي بيشتري منك تسمين بيشتري منك اللي هو عارف اللي ده خروف شبعان لبن، وهيعرف يعني تعرف تبيعه بسعر كويس، عشان اللي بيشتريه عارف اللي ده شبعان ويعرف يحول معاه كويس، غير اما يبقى جعان وما شربش كويس لبن. فمهما لو كل او كده مش هيحول معاه تحويل، معدل التحويل بتاعه يبقى ضعيف. وغير كده هتبيعه بسعر قليل. ايه بقى التغذية المناسبة للأغنام؟ في ناس طبعا بتعتمد على المرعى بشكل بنسبة 100%، فبيطلع بيبقى فيه مولود أو كل حاجة، ولكن المولود بيبقى حجمه ضعيف. مفروض اللي احنا مثلا بنعتمد على حاجات غنية بالكالسيوم. ايه اللي حصل؟ ممكن حاجة دست عليه. نهتم بالكالسيوم، اللي هو مثلا ايه اللي اكتر حاجة فيها الكالسيوم؟ هتلاقي البرسيم من اكتر الحاجات اللي فيها الكالسيوم. واحنا في شهور من اول شهر 10 لحد تقريبا شهر 5 البرسيم متوافر طول الفترة دي تقريبا 7 شهور. طبعا مولود الشتاء بيبقى احسن من مولود الصيف بكتير. آه، والسبب الرئيسي بيبقى في كده البرسيم. خلاص انا عندي برسيم بعتمد عليه في التغذية بنسبة كبيرة، غني بالمعادن وبالكالسيوم بنسبة كبيرة جدا. وبعتمد معاه على وجبة علف مركز، بالذات في الآخر شهرين دول. ممكن ما بأكلش أعلاف مركزة، ولكن ببدأ في آخر شهرين بأكل، وفترة الرضاعة بأكل أعلاف مركزة. مش لازم طبعا أعلاف مركزة عالية. مثلا هقول البرسيم قيمته الغذائية أو البروتين، نسبة البروتين فيه 7-8%، أكتر شوية أقل شوية. بحاول ان انا ادي علفة معاهم مع البرسيم. ازود علفة، بزود ايه؟ بحط مثلا تبن مع علفة ردة او ذرة صفرة، او حتى لو عيش. بتحاول تعمل خلطة معينة. حتى لو عاوز تزود اكتر من كده عادي، مفيش مشكلة. كل ده
رايح للأم ب75% من الغذاء اللي هي بتاكله في آخر شهرين أو آخر 4 شهور، في ال4 شهور اللي هم آخر شهرين وفترة الحمل وآخر شهرين في الحمل والرضاعة، بيروحوا للجنين سواء وهو في بطنها أو بعد ما بينزل. بيروحوا في اللبن 75% من الغذاء. حتى بتلاحظ إن الأم حتى وهي بتاكل كويس بتلاقيها خاسة أو ما بتزيدش معاك على اللي هي بتاكله، علشان ال 75% من أكلها بيروح في اللبن. عشان يبقى عندك جنين حلو لازم تهتم بالأم من ناحية الفيتامينات. ممكن تضيف فيتامينات زي بريمكس، كيس كده بيطري بتشتريه، ممكن تضيفه على الأعلاف المركزة. ممكن بس تكتفي بالردة. الردة كويسة جدا، اللي هي النخالة القمح. نسبة البروتين فيها حوالي 15%، ودي كويسة جدا مع برسيم. برضو لو عندك اي حاجات ممكن ذرة صفراء ماشي، قمح ماشي، عايز تضيف اي اضافات. المهم اللي نعجتك او المعزة بتاعتك تبقى بتاكل وبتشبع، لان شبعها ده واكلها كله رايح على الخلفة عشان تطلع خلفة حلوة. برضو عيش العيش او الخبز كويس جدا. وطبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بنتكلم في حاجات رخيصة، مش مكلفة. طبعا في برضو ألف دال ه بيطري، بتشتريه من صيدلية البيطري. ممكن تضيفوا فيه منه مسحوق بودرة، يعني ممكن تضيفها على الأعلاف، أو منه سائل ممكن تحطه في مية الشرب. طبعا برضو بتلاقي في القطيع عندك، هتلاقي عندك اللي والدة، يعني دي والدة، دي والدة، دي والدة، اللي وراها والدة، دي عشر. فهتلاقي فيه كوكتيل. المعزة السوداء ده برضو عشر، خلاص يعني في آخر شهر. فهتلاقي دايما عندك كوكتيل او تشكيلة ما بين الوالد ما بين العشر. فهتلاقي يعني انت مش محتاج مثلا انا اعزل دي اديها اكل مخصوص ودي اديها اكل مخصوص. فبتلاقي طبعا الاسهل ليك اللي انت بتدي الاكل للجميع، مفيش منه خسارة. سواء دي لسه لها شهر، سواء دي بترضع او كده، فبتلاقي عندك الكوكتيل ده كله في بعضه. فمش محتاج ان انا اعزل ودي دي الوجبة ودي دي وجبة، لا عادي بدل كله مع بعضه، مفيش منه اي خسارة. بس يعني الموضوع مش اللي هو صعب قوي او مطلوب مني ان انا ادخلها غرفة عناية مركزة عشان حامل او عشر في اخر شهرين وبترضع. الموضوع سهل جدا يعني، بس اللي انا بهتم بالاكل وبالتغذية اكتر من الفترة اللي هي قبل كده. انما انا مثلا في الوضع الطبيعي، يعني انا لقيت ناس بتقول لي اتكلم عن الموضوع ده، ويعني اللي هو حاجة مهمة، او طبعا هو حاجة مهمة بس اللي هو مش موضوع صعب او حاجة. يعني الفكرة اللي هو مش حاجة صعبة او حاجة محتاجة عناية خاصة او ادخلها غرفة عناية مركزة. يعني ولكن ده الطبيعي اصلا، اللي انت يعني هتلاقي عندك ده وده. يعني قطيعك هتلاقي فيه سواء كان عدد كبير او عدد قليل، مش هيخلو من الوالد والعشر في اخر مثلا شهرين. فانت محتاج اللي انت تهتم بالتغذية، وتحاول اللي انت تكون موازن ما بين التكاليف. يعني تحاول اللي انت والشبع برضو، يعني اللي اغنامك او معزك يبقوا شبعانين ومهتم بالتغذية، ومش بتصرف برضو مصاريف كتيرة او اللي انت بتكلف وتجيب حاجات اسعارها غالية وفيها نسبة بروتين عالية. انت مش محتاج لكل ده. بأقل حاجة تقدر تأكل وبأقل حاجة تقدر تغذي. ولكن تبقى انت عارف مثلا القيمة الغذائية هنا ايه، وده بيحتوي على ايه، وده بيحتوي على ايه. هتلاقي الموضوع بسيط معاك، يعني مش اللي هو بالصعوبة دي.
في نهاية الفيديو بقولك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.